من سنة ونص تقريبا كنت متعرف على شابين يمنيين كانوا محترمين جدا. فكنت بدربهم اونلاين يعني. فجات الفرصة ان هم كانوا عايزين ينزلوا مصر علشان يعملوا بعض المصالح. ف شاء القدر واتقابلنا في مصر وبتاع وقعدنا مع بعض شوية والدنيا حلوة. قلت لهم تعالوا بقى ايه، نتمشى شوية ونروح ناكل حاجة والكلام ده كله. كان أول مرة يشوفوا مصر، هم عايشين بره أصلا. ف لاحظت في كلامهم بيقولوا لي يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى يا اسطى. فانا يعني كبرت دماغي يعني مش مشكله يعني. فبيقول لي احنا رايحين فين؟ قلت له بص احنا دلوقتي في شارع الهرم، هنخلص شارع الهرم ونخش ما اعرفش نعمل ايه والكلام ده كله. ان هما كان ليهم المفروض يعملوا حاجه في فيصل. فلقيته بيقول لي ايه ده، هو ده شارع الهرم؟ قلت له اه. لقيته بص لاخوه كده، قال لي ده في مسجد وبيوت وناس ماشيين لابسين حجاب وبتاع. قلت له ايه يا عم في ايه؟ قال لي بس ده شارع الهرم يعني. قلت له ماله شارع الهرم؟ قلت له اه قصدك عشان سمعة شارع الهرم والكباريات وكده. قلت له يا حبيبي ده يا دوب يعني دي شرذمه يعتبر يعني. بس شارع الهرم كله كشارع الهرم لا، شارع وبيوت ومساكن ومساجد وكل حاجه يعني. فراح بص لاخوه كده ومشينا. فماشيين فقابلنا كمين، فاحنا داخلين فبيقول لي في ايه؟ قلت له ده كمين. قال لي طب لو معاك حشيش ارميه بسرعه. رحت بصيت له كده وعديت من الكمين ورحت راكب. قلت له لا، تعالى لي بقى هنا. انت عمال تقول لي يا اسطى، وعمال تقول لي شارع الهرم وما اعرفش ايه، وعمال تقول لي لو معاك حشيش ارميه بسرعه. قال لي يا اخي والله انا يعني انا اسف والله، بس ده اللي بنشوفه في الافلام. ايوه، ما عنده حق بجد والله. لان الافلام كلها بتصور ان احنا كلنا عربجيه وكلنا عوجين بقنا وكلنا يا اسطى يا اسطى يا اسطى. فليهم حق وما شافوش البلد. ليهم حق لما كل الناس بتتكلم عن شارع الهرم وفاكرين ان احنا زي فرنسا كده. هي الدعاره موجوده في كل حته في العالم، في العالم مفيش بلد ما فيهاش دعاره وما فيهاش كباريات والكلام ده كله. بس انك خلاص مصر شارع الهرم يعني رأس، ولا كأن هتلاقي الستات واقفه في الشارع بعريانه وفاترين وبتاع. مفيش الكلام ده. وصح، ما هو الافلام كلها كل كمان يقول لك الحشيش وارميه بسرعه ويخش على الظابط يطجن والظابط ما اعرفش ايه ويحصل خناقه ويروح القسم ويتمسك متلبس. ما هو ده اللي احنا بنشوفه في الافلام والمسلسلات. يعني اصل احنا بننقل الواقع، هو ما فيش الا الواقع ده اللي انتوا تنقلوه لنا. ان مصر عباره عن تجار مخدرات يعني. شوف بس دراما رمضان السنه دي، مع اني ما اتفرجتش على المسلسلات دي، بس انا بقول لك اللي انا شفته من على الريلز والناس بتحكيه لي. واحده رقاصه، امها رقاصه، خالتها رقاصه، راحت اتجوزت تاجر مخدرات وكانت حامل من ابن مراته وهي حبته، وراحت بعد كده سلمته. وبعد كده انت ايه ده؟ ايه حكايته؟ وده مش عارف مين اخته مع مين ومين ايه، والتاني اللي يقول لك سيطلع لك فتوى تقول لك ما اعرفش. ما احنا زباله بقى كده، احنا كده زباله. احنا شويه زباله. احنا مش مواطنين كده، احنا مش شعب، احنا مش مسلمين، احنا شويه حاجه كده يعني تقرف. واللي ما اعرفش مين واحده اقل ما يقال عليها ان احنا بنشوفها في الحواري، وبنشوفها في الازقه والحتت يعني مش عايز اتكلم لانها كلها بلدنا يعني. بس في كده نسوان تحس انها بتقعد كده على البسطه وبتاع والكلام ده كله، دي تسافر دبي دي تفضح اهالينا هناك، وكأن المصريات كلهم بنفس المنظر ده. دي مصيبه لما يكون كل الناس شايفيننا كده علشان الدراما ونقل الواقع. هو انت الواقع الحقيقي ما بتنقلهولناش ليه؟ ليه ما بتنقلوش الواقع الحقيقي؟ ليه ما بتقولوش ان عندنا دكاتره وعلماء واسر طبيعيه جدا بتربي ابنائها وتربي ولادها وتربي بناتها؟ ليه؟ ليه دايما تصدروا للعالم الوساخه؟ ما هو اي بلد فيها وساخه، فهيبقى شغلنا الشاغل بقى نطلع الوساخه كلها. هي مصر الوحيده اللي بتطلع الوساخه يعني؟ والناس ساكته ايه؟ ورقابه ايه؟ وتصنيف ايه اللي بيهببوه؟ في ظل بقى اللي احنا شايفينه ده، شفت مسلسل تاني اسمه لام شمسيه. هو ده الفن الهادف ده على فكره. انا مش ضد الافلام والمسلسلات خالص،
لانها بتزود الوعي. يعني كان في فيلم زمان اسمه شاويش نص الليل بتاع فريد شوقي. الفيلم ده كل ما اشوفه كان سبب بعد ربنا ان انا ما اشربش، ان انا ما اخدش بودره وحقن. شوف الفيديو ده ترعب. شاب محترم بيلعب بوكس، رياضي مش عارف ايه، في ثانيه حاله اتغير بسبب شمه، بسبب حقنه. فطلعت طول عمري خايف اشم وخايف اخد حقن عشان مبقاش زي النموذج ده. هي دي الافلام الهادفه اللي احنا محتاجينها في حياتنا. والمسلسلات الاجتماعيه بتاعت زمان، عائله شلش، البخيل وانا، ضمير قبل حكمت، حاجات المسلسل الكوميدي اللي كان اسمه ساكن قصادي، عائله ونيس. ايه في ايه مالكوا؟ انتوا كارهيننا ليه كده، وكارهين نفسكم، وكارهين البلد اللي انتوا منتمين ليها، ولا عشان كلكم معاكم باسبورات اجنبيه؟ فين زياده الوعي؟ ليه ما تعملوش؟ ليه ما يبقاش فيه كده خطه نعمل مسلسلات كلها هادفه زي مسلسل مثلا لام شمسيه؟ انا اتفرجت على المسلسل ده كله في العيد، هو خد مني يوم واحد بس، رحت دابب الحلقات كلها. يعني لا في سبوت على اجزاء من صدر الواحده، مفيش واحده فيهم كانت مبالغه حتى في اللبس بتاعها، حتى وهم بيقولوا ان في مشاكل وان في الحاجات اللي حصلت في المسلسل، يعني ما بيقولهاش صريحه، ما بيخلوش حتى الولد يقول حاجه صريحه، لا الاب اللي بيتكلم اللي معرفش مين، تحس ان كان في حاله جميله. وعلى فكره الناس بتقول اصل الولد ازاي تعرضوا الموقف زي ده؟ لا يا حبيبي، السينما المصريه هنا بتاعتك طلعت الشباب الصغير والعيال الصغيره. يعني مثلا كان في فيلم بتاع هيفاء وهبي اسمه ناسيه كده بقى، هيفاء وهبي و ماشي، كان طالع فيه طفل صغير كده اقذر من القذاره. فلا احنا عندنا هنا ممكن نعمل افلام ونطلع فيها الاطفال اقذر من القذاره، مفيش مشاكل. فمحدش يلوم ان هم ازاي يطلعوا، امال هينقلوا فكره ازاي يعني؟ فلا احنا عايزين نقف مع نفسنا ونقف ضد الكيانات اللي بتحرض علينا. ليه الناس كده تشوفنا معفنين وتشوفنا اوساخ وتشوفنا شويه عايشين ولا كاننا عايشين في زريبه، مع ان في ناس عايشه كويس، مع ان في ناس، ومش لازم يا اما تجيب لي حد من ايجيبت وهتلاقي برضو في مصايب الدنيا، يا اما تجيب لي حد ما مش فاهم يعني ايه. احنا ايه اللي كلها رشاشات وكلها مدافع وكلها مخدرات وكلها اثار وكلها ذهب في ايه اما انا ما بشوفش الحاجات دي؟ ليه بلف في مصر ما بشوفش الحاجات دي علنا؟ ليه كده؟ مش بالطريقه دي خالص. ترحموا نفسكم وترحمونا بقى من القرف اللي احنا شايفينه ده، وترجعوا لنا كده الفن الهادف اللي بيهدف ان هو يحسن من المجتمع ويزود الوعي عند الناس. انا المسلسل بتاع لام شمسيه ده، انا في حاجات كنت مسقطها وبراجع دلوقتي حساباتي، لازم اعمل كذا مع ابني، لازم اعمل كذا، لازم انبهه، لازم اعمل، لازم اسوي. هو ده الفن الهادف، مش ان احنا نظهر الوساخه اللي في المجتمع علشان الناس تهبط وترتاح. الناس مش عارفه عننا حاجه غير ان احنا شويه اوساخ.